كسار فليتفضل بالتصفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم هذا الجمع الكريم الذي يضم شبابنا شباب الأنبار الواعي، وإن في الجمع قوة وفي الوحدة ضعف، وإن جمعكم هذا قوة لكم كشباب ودعما لمدينتنا الحبيبة. إن ما شهدته الأنبار من عجلة إعمار مبهرة طوت بها سنوات الخراب والدمار التي ألحقت بها عصابات الظلم والجور بحق مدينتنا والمدن الأخرى، لتسابق الأنبار الزمن وتنهض من بين ركام الظلم والتبديد وتكون نموذجا عراقيا يحتذى به من بين المحافظات الأخرى، بهمم القادة الشجعان الذين تحدوا الصعاب من أجل إعمار الأنبار وإعادة الحياة فيها، من قبل الموجه الأول قائد الركب ومهندس الإعمار محافظ الأنبار الدكتور علي فرحان الدليمي، والذي وضع الأسس الرصينة لمسيرة المحافظة. واليوم دوركم كشباب أن تكونوا الأمناء على إرثكم وبلادكم من خلال عكس الصورة المثمرة التي تستحقها الأنبار وتليق بأهلها الأكارم. فوالله إن جمعكم هذا ليغيظ من أراد بنا سوء ومن ابتسموا عندما عانت الرمادي عواصف الظلم والاستبداد. تجمعكم قوة ترهبون به الفاسدين، تجمعكم قوة تنصرون به وتنصرون به صوت المظلومين، تجمعكم قوة يساعد ويرد العوائل المتعففة، تجمعكم قوة ينصر الضعيف على القوي، تجمعكم قوة يظهر مدى قوة ومكانة الشاب الأنباري، تجمعكم يبين للناس مدى وعي وثقافة الأنبار ونستنكر بعض الجهل الذين استغلوا اسم الأنبار للشهرة من خلال استخدام المصطلحات والكلامات البذيئة التي لا تنسب للأنبار. فها هم شبابنا قادة لهم نظرة شبابية مستقلة تحمل صوتا حرا يمثل كل الطبقات. كما وأدعوكم أخوتي الأكارم ألا تركبوا موجة الانتخابات ولا تنغشوا واحسنوا اختياركم، وإن العلماء أجمعوا على أن من ينتخب شخص غير صالح فإنه شهد شهادة زور وعقابها عند الله شديد. وفي الختام ندعو الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين ويحفظكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ أحمد حسين كسار السيرابي. والآن أنا وأنتم وكلمة يلقيها على مسامعكم رئيس تجمع شباب المستقبل الأستاذ محمد خميس جميل الدليمي، فليتفضل مشكور.